ازاي؟ طب كده طيب، وقع ايدك وقع ايدك انت. اهو يا جماعه طب وقع ايدك طيب. بس انت اللي حاطه ايدك. هو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لسيدة بتستغيث بعد ما صاحب المنزل منعها من دخول شقتها التمليك وسط تهديدات متكررة وضغط مستمر. الست حكت وقالت: أنا مالكة شقة في 19 مسجد الرحمن، عزبة أنور شعبان، اسم تاني شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، الدور الخامس، من 16 سنة. وصاحب المنزل بيعاملنا معاملة سيئة جدا وبيمنعني منذ عامين من دخول شقتي التمليك، وده لمجرد رفض بيعها لي رغم أنني لم أعرضها للبيع أصلا. ولحد هنا تعالوا بقى نكمل لكم الحكاية. منى لم تتوقف عند هذا الحد، وصلت سرد معاناتها ومؤكدة إن صاحب البيت بيهددها بالقتل بشكل مستمر، وهو ساكن في نفس العقار ومالك العقار. وأضافت كمان إنه منعها من دخول شقتها التمليك باستخدام سلاح أبيض، بالرغم إن الشقة ملكها بشكل قانوني. قامت بتقديم محضر وحصلت على حكم قضائي لصالحها، ومع ذلك ما زال يمنعها من الدخول. وطبعا التصرف ده أغضب رواد السوشيال ميديا بيعمل فيا بقاله سنتين ولا يخش شقتي التمليك. أكتر، اللي أكدوا إن اللي بيحصل ده انتهاك صارح لحقوقها وتهديد كبير لسلامتها الشخصية، وطالبوا كمان الجهات المعنية بالتدخل فوراً. منى كمان نجدت الجهات المعنية بسرعة التدخل لحماية حقوقها واستعادة شقتها، مؤكدة إن ما يحدث لا يمت لأي سند قانوني بصلة. كمان نجدت رجال الداخلية الشجعان بالتدخل الفوري لحمايتها وضمان عودتها الآمنة لشقتها التمليك، مع التأكيد على حمايتها وحماية زوجها من أي اعتداء أو تهديد. وفي النهاية قولوا لنا رأيكم إيه في تصرف صاحب البيت، وهل في حد منكم مر بنفس التجربة؟ اكتبوا لنا بقى وشاركونا في التعليقات أسفل الفيديو، متشوقين نعرف قصصكم.